ميركاتو عالمي اللي عمله الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب وفريق العمل المساعد له. الحقيقه في اكتر من جزئيه مهمه جدا ان الجماهير تكون عارفاها ويكون وصل لها الشغل اللي اتعمل. اول حاجه كواليتي اللعيبه اللي تم التعاقد معاها من الناس اللي مسؤوله عن التعاقد بقياده الكابتن الخطيب، انه الحقيقه اللعيبه كواليتي عالي جدا، مستويات ان شاء الله تضاهي وتوازي وتناسب الفرقه في بطوله افريقيا، وكمان الطموح الكبير كاس العالم للانديه. النقطه الثانيه اللي هي شكل التعاقد المالي، اللي هو الاتفاق مع اللعيبه المحترفه او اللعيبه الاجنبيه على انه التلتين يكونوا بالعمله الاجنبيه او العمله الصعبه، والتلت بالعمله المصريه الجنيه. وبالتالي ده فكر عالي جدا في الشكل التعاقدي او الشكل المالي مع اللعيبه المحترفه. ابرزهم طبعا اشرف بن شرقي اللي اعلن عن انه هياخد تلتين المبلغ بالدولار والتلت بالجنيه المصري. الحاجه اللي بعد كده توقيت التعاقدات الحقيقه مهم جدا. تجهيز الفرقه لربع نهائي دوري الابطال، التنافس على صداره الدوري، بعد كده هيبقى في كاس الرابطه اللي الاهلي مشارك فيها، كمان هندخل على مع نهايه السيزون على كاس العالم للانديه. الف مبروك لجماهير الاهلي، تعاقدات كبيره جدا ومهمه جدا وشغل عالي من الكابتن الخطيب وفريق العمل المساعد.